ايام ما كانت بتنزل كانت ارخص عربيه مرسيدس في مصر مرسيدس اي 200. من قدام كلاسيك مرسيدس، انوار تحفه، خطوط هاديه، جنط 18 والنجمه الاشهر في العالم، موتور 1300 سي سي تربو بيطلع 163 حصان مع تسارع تحت 8 ثواني، يعني العربيه مش بطيئه خالص. ازاز خلفي متفايم، مشكلتي مع العربيه في الحته دي تحسها متبططه شويه كده، كانت محتاجه تطول سنه. ومن ورا برده شكلها جميل جدا، والكاميرا الخلفيه بتظهر لما تجيبها على الار بتطلع لوحدها كده. والاي كلاس والسي ال عامه يعتبروا واحد، الفرق ان الاي كلاس سيدان والسي ال ايه كوبيه. انتوا بتفضلوا ايه اكتر؟ كراسي جلد بس مش كهرباء، ومن زمان قوي ما صورتش عربيه مرسيدس كراسي مش كهرباء، بس كله بثمنه، ما دي برضه في الحنين. زراير خاماتها حلوه قوي، بادل شيفتر، شاشتين ديجيتال اللازقين في بعض، وده بالنسبه لي احلى شكل انتريور لمرسيدس، احسن من الشاشه الجديده الكبيره دي. ده غير بقى ان امبيانت لايتس بتاعت مرسيدس هي الافضل في العالم. وفتحه السقف دي انا مش عارف اصنفها، هل هي بانوراما ولا هي اكبر من العاديه بس اصغر من بانوراما، بس تؤدي الغرض يعني. المساحات ورا مش ضيقه قوي عامه، ده غير ان عندك كاب هولدر شكلهم روش قوي. العربيه دي موديل 22 ماشيه 70000 كيلو، موجوده في وان واي اوتو في تشيل اوت جنب جوزيف تيكي.